هاي بسمة، ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. انا شاطر من ويسبر سناكس. مبروك على كل النجاحات اللي انت محققاها الفتره دي. في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، حكايه انت وحدك، اتكتب على الحيطه كل انسان تعرفه بداخله انسان لا تعرفه. هل انت قابلتي ناس قبل كده اللي جواهم عكس اللي ظاهرينه بوشين يعني؟ يا اختي ما قابلتش غيرهم. حصل مواقف تضايق في الحاجات دي ولا؟ لا هو انا عامه مش الشخصيات اللي بتتعرف على ناس على طول علشان الجمله دي. عشان الناس ما بقتش حقيقيه الصراحه يعني. في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو الحكايه اسمها انت وحدك، انت اصلا شخص اجتماعي ولا انطوائي؟ لا انا شخص انطوائي جدا. هنسألك شوية أسئلة تأكد لنا بيها المعلومة دي. بتحسي إنك بتستمتعي أكتر لما بتعملي حاجة لوحدك ولا وسط الناس؟ الاثنين على حسب الناس يعني، مش في العموم اي ناس يعني، مش اي حفله فاهمه، مش اي سفريه لازم يبقوا ناس معينين. بتحبي تسافري لوحدك ولا لازم يكون في صحبة معاكي؟ لا مش لازم. لو قعدتي يوم كامل لوحدك إيه أول حاجة هتعمليها؟ يا لهوي انا بقعد كتير لوحدي. اول حاجه بعملها بعمل فشار. حاجه بريئه قوي بس هي اول حاجه بعملها بجد. بتحسي براحة في وحدتك ولا بتقلقي من كتر التفكير مثلا؟ على حسب الحاله يعني، في اوقات انا ببقى عارفه ان انا حلي دلوقتي اني اقعد لوحدي، وفي اوقات لو قعدت لوحدي ببقى خطر. بتحبي تفضفضي ولا كتومة؟ كتومه جدا. بتحبي تشتغلي لوحدك ولا مع تيم؟ لا مع تيم. بتحبي تخرجي لوحدك كنوع من الاستجمام ولا بتحسيها غربة؟ ما بحبش اخرج بس. فقد الشغف يا عيني. بتبقى وجع بقى ولا بتعديها بفرح؟ الوحده انا بحب ان انا ابقى قاعده وحيده جدا، بستمتع صراحه يعني. فكره ان مفيش دوشه، انا بني ادمه عارفه اقل صوت بيزعجني، فانا بحب الهدوء التام. فطبعا ده ما بيبقاش متاح غير لما يبقى البيت فاضي. نوع في المسلسل كانت شخصيه غير منظمه ومتوتره، هل انت شبهها في الجزء ده؟ لا انا شخصيه منظمه بس متوتره. لا منظمه بس متوتره قوي. السوشيال ميديا كانت جزء كبير من المشكله اللي حصلت لساره، انت ايه علاقتك بالسوشيال ميديا وايه اكتر ابلكيشن بتستخدميه؟ علاقتي بالسوشيال ميديا ان شاء الله والف الف مبروك، فاهمه يعني مفيش اي حاجه، بدخل ابارك لده واهني لده والبقاء لله والف مبروك وخلاص. بتعملي بس الواجب. بس يعني انا ما الابلكيشنز اللي انا بدخل عليها دايما بحب ادخل على بنترست، بحب قوي الانتيريور ديزايننج والحاجات دي، فبهتم اكتر للحاجات اللي اتعلم منها حاجه. شفتي ان انا بعمل حاجه وانا قاعده لوحدي؟ انا حسيت. لا هي بتعمل حاجات. شفتي ان انا مش وحيده؟ بتبدع. لو جاتلك فرصه انك تهكري موبايل حد معين هيبقى مين وهتبقي حابه تعرفي ايه بالظبط؟ لا مش هعمل كده اصلا حبيبتي. انا ههلك وادور واجيب تليفون واهاك. لا انا اكسل من كده بكتير يعني. اسهل لي استناه لغايه ما اعرف انه بيخوني، فاهمه؟ لا انا ده اسهل لي، انا ما اقدرش اعمل الحاجات دي، ما اعرفش ادور وادعبس واعمل الحاجات دي خالص. طب لو انت موبايلك نفترض بقى ان موبايلك هو اللي اتهكر، يعني هتخافي على ايه بالظبط في الموبايل؟ لا ما عنديش. لا. ان هو كانت بتشتغل عشان تتجوز الشخص اللي هي بتحبه، هل ممكن تضحي عشان اللي بتحبيه بالشكل ده؟ انا اعمل اي حاجه عشان انا بحبه. ساره ونهى كانوا صحاب قريبين قوي، ايه مواصفات الصحبه الكويسه بالنسبه لك؟ انها تبقى جدعه، عارفه يعني. انا بحب البنات في العموم يعني، انا لما بلاقي بنت بتشتغل وبتعمل ومش بنت ب100 راجل كده ما بتحتسش، بتتصرف، انا كده. انا يمكن عشان اتهلكت واترميت في الشارع من بدري بشتغل، فبقيت بعرف اتصرف في اي حاجه. مفيش حاجه عندي ما بفهمش فيها، مفيش حاجه هتلاقيني بفهم في السباكه وبفهم في الكهرباء وبفهم في الاحصنه وبفهم في الكلاب، فاهمه يعني. انا بحب الحد اللي يبقى صاحبي يبقى حد اوفر اول كده عنده معلومات، نعرف نتكلم. تمام. مش هنقعد نقول معلش معلش معلش. يديكي حلول على طول. حتى لو ما ادنيش حلول نعرف في لانجوج ما بيننا، فاهمه؟ اللي هو مش هنفضل نتكلم وتقولي يعني ايه مش فاهمه. وانت قلتي لصاحبتك سر وراحت قالت لناس تانيين، ده بالنسبه لك هيبقى جرين ولا ريد؟ لو صاحبتك جابت هديه رخيصه جدا في عيد ميلادك؟ انا ما بحبش عيد ميلادي. ليه طيب؟
بحس انه عارفه كل حاجه بتضغط ومش لاحقه ومش قادره ومتوتره جدا، فانا قررت بقالي كام سنه عيد ميلادي ده ما حدش يعمل لي في اي حاجه، ما توجعلوش دماغي. انتوا لسه هتقولي بقى سربرايز وطفي وانفخي. ده مجهود. لا احنا نقعد كده نعمل الفشار ونقعد. هو معمول الفشار اصلا، هو انا مش جاهز. لسه. هو جاهز مش هنتعب. لا لا، لو صاحبتك بدأت تشتغل في نفس شغلك وممكن تبقى منافسة ليكي، دي حاجة تضايقك ولا عادي؟ بالعكس انا بحب اسبورت جدا جدا. لو صاحبتك ما ردتش على تليفونك وانتي محتاجاها. ولو مش محتاجاها ترد. ما تعصبنيش بقى. انا عندي واحده صاحبتي بتتخانق معايا لما اخرج مع واحده صاحبتي، يعني لما اخرج مش مع واحده معينه، لما مع اي حد. لو صاحبتك كسبت كسبة صغيرة عليكي بس ما فيهاش أذى ليكي. انا ضد الكذب في العموم، يعني انا من الاصحاب اللي اي دونت جادج، قولي لي اي حاجه في الدنيا وانا في ظهرك وهنكسر الدنيا سوا، بس انت مش مضطره اصلا تحكي لي، فانت مش مضطره تكذبي. بس لو هي بقى مشغولة طول الوقت ومش بتسأل عليكي أصلا، بس وقت ما تحتاجيها هتلاقيها. ما عنديش مشكله في الموضوع ده خالص، لان انا كمان ببقى اوقات مشغوله واصحابي بيقدروا ان انا مشغوله فبيتصلوا بيا ما ردتش، لو حاجه ايرجنت بيتصلوا تاني، لو حاجه مش ايرجنت خلاص بيسيبوني لغايه ما انا ارجع اتصل. خلاص احنا في كود كده عاملينه مع بعض. قولي لنا حاجات سكرت عن عمرو جمال وطارق عماد ووفاء صادق. استاذه وفاء الميه كانت قطع، الكهرباء كانت قطع عندها 3 ايام واحنا بنصور، يا عيني كانت بتتعذب، مش عارفه كان ايه اللي حصل لها، وكانت بتحكي لي والكهرباء قطع وكلهم نايمين عشان جايبين مش عارفه مروحه، كان واحنا بنصور هي كانت متبهدله الصراحه، يعني اتمنى تبقى الكهرباء رجعت لها. رساله الاستاذه وفاء صادق الكهرباء. رساله الى بصي طاره بسكوته قوي، اللي هو عارفه بسكوته كده كيوت، واحنا بنعمل مع بعض في المشاهد في الاول انا ببقى ايه، هو انا هحضنك فاحضنها، عارفه اللي هو السياره ترجع الى الخلف فارجع الى الخلف، فاهمه؟ انا بحب دايما اقول انا هنهي المشهد ده اني همسك ايدك، انا هنهي المشهد ده اني هحضنك، انا بحب اقول. الا مشاهدي انا وطارق بنبقى خلاص في بروفا وندخل احنا الاثنين بقى بنعيش باحساسنا وتلاقي المشهد فجأة حسينا حاجة فعيطنا فاهمة؟ مشاهدنا مع بعض كلها. عمرو انا وهو كنا مع بعض في المدرسة وانا كنت عيلة سخيفة. يا جماعة كنت سخيفة جدا وسخيفة جدا عليه، فلما شفته بعد ما كبرنا قلت له انت فاكرني؟ قال لي طبعا فاكرك. قلت له كنت سخيفة قوي. قال لي اه. ده علمت في طفولته. انا كنت سخيفة. قال لي اه. قلت له ماشي، بس اعتذرت له عن الذكريات السوداء دي وخلاص. ممكن اعرف عملتي فيه ايه ولا؟ لا انا كنت وانا صغيره توم بوي قوي، فاهمه؟ اللي هو بنزل واتخانق واطلع موس من بوقي اقطع السكه. لا كنت انتروفيرت قوي مع انه حمائيه، فاهمه؟ لينا في فيلم اسعاف كانت بتتصرف في المواقف الصعبه، هل بسمه في المواقف الصعبه بتعرف تحلها ولا بتشوف حد يحلها بقى؟ انا استاذه مواقف صعبه، انت بس كلميني والله سبحان الله هو ربنا بيوفقني ان انا اعرف اتصرف. لو حاجه بتاعتي انا لوحدي مشكلتي ممكن احتاس، ممكن مثلا اقعد افكر فيها، بس انت تعالي لي قولي لي انا عندي كارثه 3 دقايق احلها لك. انا مره اتخانقت في الجامعه لواحد انا ما اعرفوش والله، ولد، يعني انا اتخانقت عشان ولد بيتخانق مش عارفه في الجامعه وكان بيغش ومش عارفه ايه اللي حصل وخناقه ومش عارفه ايه، وانا قلت لا ما ينفعش يتضرب قدامي، انا مالي، انا بتلف وشك، فاهمه؟ يعني كل الدفعه واقفه وما حدش فتح بقه الا انا طالعه عامله زي لا ما ينفعش يتضرب وقصه وخناق وهروح القسم وهشتكي. يا بنتي انا كنت رايحه امتحان، امتحني وروحي، فاهمه؟ وانا ولا اعرفه ولا عمري شفته، وانا بعد ما خلصت الخناقه دي بس هو افتكر تقريبا ان انا بتخانق عشان معجبه بيه، فجه بعد كده حاول يرتبط بيا. بس انا في العموم انا مش لازم اتخانق ليه، يعني انا ما بقدرش اشوف حاجه ضد مبادئي واعديها، يعني ما اعرفش اشوف واحد مثلا بيعمل لو واحد اتحرش بواحده، انا ضربه كتير، انا ضربه 6 في الجامعه في اول سنه، فاهمه؟
ما بقدرش يعني، ومش لازم اتحرش بيا. يعني انا ماشيه مع واحده صاحبتي، واحد مثلا جاي بيهزر او جاي كانه هيحضنها او جاي يعمل اي حركه، انا ما بستحملش. هنسالك شويه اسئله في الاسعافات الاوليه بمناسبه فيلم اسعاف، وهنساعدك باختيارات. يلا بينا. يلا بينا. لو حد اتجرح ونزف دم كتير، اول خطوه تعمليها ايه؟ هتنضفي الجرح بالكحول، هتضغطي عليه بشاش، تسيبيه ينزف شويه عشان يخرج الميكروبات. على حسب انت عايزه ايه من الشخصيه. على حسب انت عايزه منه ايه، يعني يهمك فارق معاكي الشخصيه. على حسب الجرح، لو الجرح عميق لازم تقفلي الاول قبل الشريان بتاع الدم، وتقفلي عليه بعد كده بقماشه وتضغطي عشان الدم ما يخرجش. لو حاجه بسيطه بتحطي له بلاستر بقى ولا ايه. لو مش عايزينه نسيبه ينزف عليه. يلا مع السلامه. عامه الاجابه صح. انا اخدت على فكره فيرست ايد قبل كده، اوكي، فبعرف بقى انعش وبعرف دايسه ما شاء الله. فاكره ايه. لو حد اغمى عليه، ايه الوضعيه الصح اللي تساعديه بيها؟ تخليه يقف ويشرب ميه، تنيميه على ظهره وترفعي رجليه شويه، تديه عصير فيه سكر. اصلا انا كنت بفكر في اتنين، بس اول ما سمعت العصير قلت لا نديله عصير. بيسوحك على فكره. لا نرفع له رجليه، رجليه ونجيب لي العصير. عشان هي هتتوصل. في حاله الحروق البسيطه، ايه اول حاجه هتعمليها؟ تحطي معجون اسنان، تحطي الحرق تحت ميه شغاله لمده 10 دقائق، تغطي مكان الاصابه وتسيبيه. كولد رانينج ووتر، ميه مفتوحه متسابه على الجرح. معلوماتها 10/10. لا انا تخصص حروق، انا بتحرق كتير. ممكن تكلمينا عن اعمالك الجايه بقى؟ لا مفيش اي اعمال، انا قاعده. لا انا قاعده لغايه ما يجي لي عمل كويس بقى. هي انتعشت فنيا خلاص. لا انا كده خلاص عملت رسالتي. خلاص الحمد لله وقدر يلا الله. باي باي. بنتمنى لك كل حاجه حلوه، شكرا انك كنتي معانا في وزبان.